الراجل ده راكل صخرة وزنها 100 طن برجله الواحدة بس، ولما الناس جم وشافوا المنظر مصدقوش حرفيا. مفيش حد في التاريخ قدر يحرك الصخرة دي قبل كده. الكل بقى عايز يعرف مين اللي عمل كده. وفجأة مجموعة ناس دخلوا مدرسة الفنون القتالية علشان يتحدوا أصحابها. الراجل كان عايز يقاتل باسم المدرسة لكن المدرب منعه. الكل كان فاكر إن الراجل ده ملوش أي قدرات وبيستهزئوا بيها على طول، بس اللي محدش كان يعرفه إن مفيش حد في العالم كله يقدر يقف قدامه. من 3 سنين الراجل ده كان بيتحدى أقوى المقاتلين في العالم علشان يبقى الأقوى في الفنون القتالية، وهزم عدد لا يحصى منهم، وعلشان كده ناس كتير بقت حاقدة عليه. وفي يوم وهو مش في البيت مجموعة ناس هجمت على بيته، واللي حصل بعدها غير حياته تماما. قبل ما أمه تتوفى وصت عليه وقالت له ما يستخدمش مهاراته القتالية لمدة 3 سنين. الراجل وعدها، ومن يومها خبى هويته الحقيقية واشتغل في مدرسة فنون قتالية عادية، بس كل اللي فيها كانوا بيحتقروه ما عدا المديرة، كانت بتعامله كويس جدا. عدت ال3 سنين بسرعة، ولما جه المتحدين الجداد بنغمة يتكبر وغرور، المدربة طلعت الأول علشان تواجههم، بس ما قدرتش تصمد، والخصم ركلها ركلة واحدة طيرها بره الحلبة. والأسوأ إنه قال للمديرة إنه عايز يشتري المدرسة مقابل عملة واحدة. المديرة رفضت تماما. العدو اتعصب جدا وقرر يهزم كل اللي في المدرسة قدام المديرة علشان يذلهم. واحدة ورا التانية كلهم وقعوا. المديرة ساعتها قررت تواجهه بنفسها، لكنها كانت أضعف منه بكتير. ضربها بلكمة واحدة وقعت على الأرض، وبعدها ركلها ركلة قوية طيرتها بره الحلبة، لكنها رغم كده رفضت تستسلم أو تسلمه المدرسة. العدو اتجنن وهاجمها بكل قوته علشان يخلص عليها، وفي اللحظة دي الراجل واقف قدامها وصد الهجوم بصباع واحد بس.